من ذهب إلى الحكم الوضعي تاركا حكم الله لأن مصلحة العصر تقتضي ذلك مع علمه هذا يخالف إجماع الأمة، بل يتفوه بقوله إذا وجدت المصلحة فثم وجه الله وحكمه. السؤال: ما حكم من قال هذا القول؟ الكلام الأول ما فهمته. من ترك حكم الله وأخذ بالحكم الوضعي، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ لأن المصلحة نرى أن المصلحة يقتضي ذلك، يعني يترك حكم الشرع للمصلحة في ادعائه. هذا يكون إذا حقيقة كانت المصلحة في ذلك ودعت كحكم الله الذي أو المحرم لأكل الميتة، لكنه جوز لنفسه أكل الميتة حين خاف على نفسه الموت. إذا كان بهذه الصفة ما في بأس. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن إذا كان على خلاف ذلك، خلاف هذا، ليس هناك ضرورة وإنما مجرد توهم المصلحة، لأن المصلحة كلها في شريعة الله، كل المصلحة في تحكيم شريعة الله والعمل بها. لا يمكن أن تخالف هذه الشريعة المصلحة إلا إذا ادعى الإنسان في ذهنه المصلحة وهو لا يعرف بأنها ليست مصلحة، يكون إما جاهلا وإما مجتهلا إذا كان من أهل الاجتهاد، فهذا يعذر إن شاء الله، أو يلجأ إلى الحكم الوضعي مكرها كان يكرهه على ذلك، هذا معذور. وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك يكون آثما. ثم هذا الإثم ينقسم قسمين: إن كان لمجرد المصلحة ترك حكم الله مؤمنا بحكم الله فهذا صاحب كبيرة، يكون فاسقا فيما هو فيه. وإن كان ترك حكم الله معرضا عن حكم الله، فقد قال الله تعالى: ثم الذين كفروا عما أنذروا معرضون، هذا إعراض. أو يكون مستهزئا به، أو قائلا، أو أعطيكم قاعدة في هذا العامة: من حكم بغير ما أنزل الله مؤمنا بما أنزل الله لكنه يجاري القوم فهذا يكون عاصيا إذا كان على مجاراة القوم، والمعصية هنا كبيرة. ومن حكم بغير ما أنزل الله مفضلا لحكم ما حكم به على ما أنزل الله هذا يكون كافرا إذا أقيمت عليه الحجة، لقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. ومن حكم بغير ما أنزل الله قائلا: تحكم بما أنزل الله أو بما في الأحكام الوضعية فهما سواء، فهذا أيضا كافر، لقول الله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، عدل بربه. هذا هو التفصيل، فيه العلم عند الله.